كان هذا المكان بدك تجي لعنده بكير لحتى تلحق عنده فلافل ومسبحة. طيب شو اللي صار هلا؟ شو اللي تغير؟ اول شيء خليني احكي لك على التراث الاردني والفطور الاردني. الاردني شخص ذويق جدا وخاصة في الصباح، ولحتى يرضى عليك لازم تعطيه فطور مدجج بالنكهات، محل بخدمة ممتازة بطابع شعبي، لانه لازم يكون مع الفطور تراث. اما اللي صار فصار فلافل ومسبحة عندهم طول اليوم من الصبح لاخر الليل، وما بحكي لك على الاكلات الثانية. فركز معي يا اخي الكريم، ركز معي يا عيوني. يمتلك مسبحة حمص ناعم يعني تتألف من 4 أنواع من الحمص، بيسموها بالأردن حمص الكلحة. أما الفلافل فخلطة سرية، تاكل هيك الفلافل مدري شو تحس تجانس مع المسبحة. يمكن تقول المعلم هذا شو صار له عم يحكي معقولة بفيديو كامل على مسبحة وفلافل؟ إذا بدي أحكي لك على باقي الأطباق ونكهاتها بالنعشارية معلم بننزلها على شاهد. وانتم جماعة بتملوا من الفيديوهات الطويلة، مالكم بهالواري. هي الحمص البدوة الأردنية اللي بيحطوا لك على وشها مكسرات وسمنة بلدية، شغلة أنو وقوعوية. وهذا الفول الأردني المدجج بالزيت الفلسطيني. ويا جارتي يا بقنعك يا بتقنعيني. واللي لفت نظري انه الملح عندهم خفيف، وهذا الشيء من الحرفيه مشان تحط ملحاتك على قداتك. اما هي الليمه اللي شايفينه تبع سبيني لاحق فحمص بلبن، بس انه نوع من الاربعه اللي حاطينه بالحمص الناعم ما بعرف. وعلى فكره في كتير مطاعم تاخذ من عندهم حمص الناعم بالجمله. دقت الحمص بالخبزه كانت لذيذه، يوم اللي دقتها بالمعلقه صارت على القلب عزيزه. والمتبل صالح جدا انك تاخذه للمشاوي، واصلحين انك تاخذه للبيت تحطه بالبراد لوقت القطع بنص الليل. بس اللي جربته على الطاير عجينه الفطاير، عجينه ايام الطيبين، بتحسها عن جد فطاير الزلم الخشني. بتعرفوا هي فطيره الزعتر تبع من 10 سنين، مع انه بتعمل لي حرقه بس ما قدرت ما اكل عضه، وما قدرت ما اجرب مع المحمره بقشقوان بارضها، وانا كنت طالبها نار زياده قصدا. اما هن فلن اختراعاتهم فطيره بيت كارم اللي بتجي جبن مع دجاج، مع انه بطني كان عم يخاطبني قائلا يا معلم مشان الله ارحمني حاج، بس انا بصراحه كنت مبسوط ومالي حاسس بالانزعاج. هذا اسمه الانو انو الاردني، بيت كارم موجود بسليمانيه بجانب كنافه ابو الهوس. وين ما وين وحياكم الله.